اتفضلوا. ودي مشتريات الاسبوع يا جماعه. طبعا انا رحت سوق معهد الديني، جبنا بقى جبنا طماطم اهي. طماطم زي الفل وجميله جدا، والكيلو ب5 جنيه، وفي الكيلو ب3.5، يعني كيلو ونص ب5 وفي الكيلو ب5. جبت بقى ياما علشان افرزها. جبت حوالي جبت حوالي 6 كيلو طماطم، فانا هعمل بقى منها الطرية قوي وهحطها في الفريزر. وجبت ب5 جنيه ليمون. بصوا ده الربع ب4 جنيه، يعني عطاني ربع وشوية كده ب5 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت البصل دوت الكيلو ب10 جنيه اهو. في ب10 وفي ب12 وفي ب15. انا جبت الكيلو ابو 10. وجبت طبعا عشان هناكل محشي ان شاء الله بكرة، فجبت خضرة محشي جايباها ب3 جنيه. وجبت نص كيلو خيار، هو الكيلو ب10 فانا جبت نص كيلو ب5 جنيه. وكان فيه ب8 بس ابو 8 مش كانش كويس، يعني ما كانش حلو قوي، فانا جبت ابو 10. وجبت كيلو البطاطس دوت للسلق، الكيلو ب5 جنيه، دي للتحمير دي يا جماعة. جبت كيلو ب5 جنيه. وجبت سبانخ، مش عارفة بقى الايام دي السبانخ حلوة ولا لأ. جبت الكيلو ب12 جنيه. وجبت الفاصوليا، دي الفاصوليا جميلة، والكيلو كان، بصوا حلوة ازاي، الكيلو كان ب15. وطبعا كل ما انزل السوق لازم اجيب لي فوطة مطبخ. الفوط ديت انا بحبها قوي، عملية بجد، بتشرب المية وتنضف لك اي حاجة، تنضف لك المرايات، يعني حلوة اوي. انا بحب الفوط ديت قوي قوي. وجبت بقى ايه، وجبت المشابك ديت ال20 مشبك ب10 جنيه، عشان انا عندي المشابك ما شاء الله يعني عمالة تقع مني، فجبت ال20 مشبك ب10 جنيه اهو. وجبت النص الحلاوة دي، الحلاوة دي سايبة، جبت النص كيلو ب35 جنيه. جبنا ايه تاني؟ بص بقى، الناس الفلاحين كان معاهم ازازة اللبن ديت اللي فيها 2 كيلو، كمان ما شاء الله كانت عايزة تدهاني ب40 جنيه، فانا الصراحة خفت اخده منها ليكون مقطع ولا حاجة، فما رضيتش اخدها. فرحت رايحة بقى جبت من عند الراجل السوبر ماركت اللي قدامنا، جبت النص كيلو لبن دوت بكام، ب12 ونص، يعني الكيلو ب25 جنيه. وجبنا بقى الرز دوت رز سايب، جبت 2 كيلو، الكيلو ب28 جنيه. وجبت فلفل طبعا للقلي، عشان في مرة كده نعمل مسقعة. جبت ربع كيلو، الربع كيلو ب2 جنيه ونص. طبعا نزلت بقى عشان قعدت ادور على بزلة ياما، ما لقيتش بزلة خالص. هي خلصت ولا ايه يا جماعة البزلة؟ انا ملحقتش افرز منها وملحقتش اشيل اصلا، وكان نفسنا فيها وما لقيناش الصراحة. فمش عارفة الصراحة هي خلصت ولا ايه، ولا عشان انا نزلت متأخر السوق فما فيش، فمش عارفة. بصوا بقى يا جماعة، انا عملت الطماطم عصير اهي، وحطيتها في اكياس وحطيتهم كده في حاجة، وهشيلهم بقى في الفريزر اهي. عملت حوالي 5 كيس، وفي عندي تاني في الفريزر. حلو قوي كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. عايزة اسألكوا سؤال يا جماعة، يعني السبانخ ديت انا مش عايزة دلوقتي احطها في الفريزر، وخايفة احطها في التلاجة كده هتبوظ، فانا لو سبتها حوالي يومين 3 هتبوظ ولا هتفضل حلوة معايا كويسة كده؟ واشيلها ازاي يعني؟ قولوا لي اخزنها يعني مثلا ايه؟ عايزه اشيلها في التلاجة وما يجرالهاش حاجه وما تصفرش بقى
وتدبل كده ويبقى ريحتها مش حلوة. فلو حد يعرف طريقة يعني يقولي اعملها ازاي واحطها في التلاجة ازاي. ماشي. واحطها فين؟ تحت الفريزر على طول ولا احطها في الادراج من تحت؟ بالله عليكم ردوا عليا وبس كده، هو ده السؤال بتاعي المهم. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه كمان. بصوا الفازة القمر دي جبتها من سوق معهد الديني. طبعا هي في اشكال كتيرة وفي الالوان، الوان الورد اللي تليق على المكان اللي انت فيه يعني، زي ما انت عايزة. تخيلوا بقى الفازة الجميلة ديت بكام؟ يلا خمنوا تحت، اكتبولي في الكومنتات الاول قبل ما اقول سعرها. الفازة ديت جبتها ب65 جنيه. بصوا حلوة قوي وعنده اشكال جميلة جدا جدا. هشتري لي شجرة ان شاء الله عشان احطها بين الكنبتين، عشان تبقى في العيد كده شكلها حلو. يلا اكتبوا لي رايكم فيها وهتليق مع الانتريه بتاعي ولا لا. هبقى اوريها لكم بقى. انا طبعا هشيلها دلوقتي، مش هحطها الا لما ما افرش السجاده الجديده في العيد ان شاء الله. يعني دلوقتي هشيلها بقى. بس هي بقى عشان كانت يعني في السوق وكده، فهي عايزه تتغسل. فبكره ان شاء الله هغسلها بقى عشان تنضف من القرف اللي هي فيه ده.